شنو قصة هاي الصورة؟ رجل كبير بالعمر يقول بسنة 1994 تمرضت بنتي وكان عمرها 14 سنة، وكنت وقتها ساكن بالريف، فوجهوني الأطباء لنقلها إلى مستشفى بالعاصمة. فيقول توكلت على الله ورحت للعاصمة، فوصلت إلى المستشفى وما كنت أتصور أن المستشفى كبيرة لهذه الدرجة. فمشيت كثير ولم أجد من يساعدني، فتعب الشيخوخة وتعب السفر وتعب الحاجة وتعب المرض اللي صار ببنتي كلها تجمعت علي بذلك اليوم. ومن التعب جلست حتى أرتاح شوية في مكان مخصص لركن السيارات، وكنت كل شوية أجلس بمكان بعيد عن الناس وعن بنتي المريضة، وأقعد أبكي على حالي وعلى وضعي بمكان ما يشوفني بيه أحد. المهم يقول أثناء جلوسي اقتربت مني سيارة فاخرة، صاحبها ركنها بالقرب من المكان اللي كنت قاعد بيه، ونزل منها شاب جميل مرتب لابس ملابس تدل على انه دكتور بهاي المستشفى. فاقترب مني وسألني عن حاجتي، فخنقتني العبرة لدرجة ما قدرت اتكلم وياه. فسألني عمي تحتاج شي؟ عندك أوراق طبية؟ عندك بطاقة الهوية؟ قلت له إيه عندي، فسلمت الأوراق الطبية وهويتي. فقرأ اسمي بالهوية وبدأ يتأملني وينظر علي بطريقة غريبة، وكل علامات الدهشة والاستغراب صارت بوجهه وأني ما أعرف شنو السالفة. فخنقت العبرة من قرأ اسمي بالهوية وجلس يمي وبدأ يبوسني مرة من راسي مرة من خدي، والموقف اللي كان صعب جدا عليه لدرجة لم يتمالك نفسه وبكى على الحال اللي اني بيه. فقلت له شبيك ابني، هل اصابك مكروه لا قدر الله؟ فقال لا، بس اشفقت على حالك وحال بنتك. فحمل بنتي وقال لي قوم عمي تعال وياي. فمشينا ودخلنا إلى جناح طبي وأخذ يؤمر وينهي والكل يطيعه ويركض قدامه. فقلت ويا نفسي هذا صاحب مكانه وشأن كبير في هذه المستشفى. المهم أخذ البنت بنفسه وراح يفتر بيها بين مختبرات التحليل وبين جناح التصوير بالأشعة وقسم التخدير، وما طولها عليكم بحدود الساعة 4 مساء البنت كملت كل شيء وسووا لها عملية جراحة ناجحة واستعادت وعيها. وبعدها ب3 أيام بلغني الطبيب اللي سوى العملية لبنتي، قال لي بنتك بخير وتقدر تغادر المستشفى. فحمدت الله كثير وشكرت الشاب الذي كان لي خير سند وكأن الله أرسله لي. فقلت له والله المعروف اللي سويته وياي ما راح انساه طول حياتي وربي يجزيك كل الخير. فطلب مني الشاب أن تبقى الطفلة في بيته أسبوع آخر حتى تسترد كامل عافيتها، لأن السفر متعب والمسافة بعيدة. فاستحيت من كرمه وطيبة أخلاقه، فقلت له نرجع لقريتنا أفضل، لكنه أصر علي كثير وما خلى مجال للاعتراض. فبقيت بضيافته، وكانت زوجته تخدم بنتي، وكان هو وأولاده يعاملوني بمنتهى الرقة واللطف والأدب. فبعد أيام قليلة من ضيافته إنه خلوا الطعام قدامنا، فامتنعت عن الأكل وقلت له والله ما آكل طعامك إذا ما قلت لي منو أنت وشنو السبب اللي خلاك تكرمني كل هذا الإكرام. فقال لي يا عمي أكل هسه وبعد العشاء أقول لك منو آني. فقلت له والله ما آكل لقمة واحدة إذا ما قلت لي منو أنت ومن تكون. فحاول التهرب من الجواب، لكن شاف الموضوع ما بمجال فدنق راسه وبدأ يتكلم وهو مخنوق، وقال لي يا عمي إذا كنت تذكر فآني ذلك الطفل الذي أعطيته 5 دنانير سنة 1964. تتذكر ذلك اليوم عندما كنت جالس خلفك في الحافلة وأعطيتني 5 دنانير؟ آني فلان ابن فلان. فقلت له نعم تذكرت، انت فلان ابن فلان رحمة الله عليه، والدك من قريتنا. نعم يومها كنت في الحافلة متجها من قريتنا إلى إحدى المدن، وكان يجلس خلفي صبيان 2 عمرهم ما كان يتجاوز 15 سنة تقريبا. فسمعت واحد منهم يتكلم مع الآخر يقول له هاي السنة مطر ماكو وابويا فلاح فقير، واحتمال أترك الدراسة هذا العام لعدم استطاعة أبي على مصاريف الدراسة. فمن سمعتكم تتكلمون عن الفقر والحرمان وأنتم بهذا الوعي الذي لا يدركه إلا الكبار، تأثرت بكلامكم وضاقت علي الأرض بما رحبت. فأخرجت من جيبي ال5 دنانير وأعطيتها لواحد منكم ورفض أن يأخذها. فقلت له ليش ما تأخذها؟ فقال لي أخاف أبويا يظن أني سرقتها. فقلت له لا تخاف، قل لي لأبوك فلان ابن فلان اللي انطاني المبلغ وأبوك يعرفني حق المعرفة. ونسيت من يومها ذلك الموقف. فقال لي آني يا عمي ذلك الصبي ولولا تلك الدنانير الزهيدة لما أصبحت اليوم بروفيسور في أكبر مستشفى بالعاصمة.
ومثل ما تشوف الله وفقني ووصلت لأعلى المراتب في أنبل وأشرف المهن. أنا وانت افترقنا سنة 1964 واليوم احنا نلتقي بسنة 1994 بعد 30 سنة من لقائنا الأول، والحمد لله الذي قدرني أن أرد لك بعض الجميل. يا عمي الدنانير الخمسة اللي انطيتني إياها صنعت مني أستاذا في الطب، ووالله لو أعطاني أحد كنوز الدنيا الآن لما فرحت بيها كفرحي يومها بتلك الدنانير. ففضلك علي كبير، ومهما فعلت فلن أستطيع أن أرد لك ذلك الجميل، فأسأل الله أن يجازيك خير الجزاء في الدنيا والآخرة. فالعبرة من هذه القصة صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكما تدين تدان، وكل ساق سيسقى بما سقى يوما ما، فازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع.